اليوم غنتكلم لكم على متلازمة الهرس أو السحق اللي وقعت للناس ديال تركيا وسوريا ملي كانوا تحت الأنقاض. كاين عدد كتير ديال الناس ما قدروش يحركوا رجليهم أو اليدين ديالهم بكثرة الثقل اللي نزل عليهم وهرس لهم الأنسجة والعظام. الزلزال طيح واحد العدد كتير ديال البنايات، وهاد الثقل اللي كان فوق أجزاء مختلفة من الجسم هي اللي دارت لهم هاد متلازمة الهرس أو السحق. بعد ما تم إنقاذ عدد كبير ديال الناس من تحت الأنقاض داوهم المستشفيات ولقاوهم تصابوا بمتلازمة الهرس واللي تسببت لهم في قطع أو بتر بعض الأطراف من الجسم. وجود ضحايا الزلزال تحت الركام والضغط اللي تعرضوا ليه فوق الجسم ديالهم اكثر من 4 ديال الساعات، هذا الشيء ادى لتحرر سموم معينه من هذه العضلات، اهمها الميوغلوبين اللي هو انزيم عضلي سام جدا للكليه. هذا الشيء كيوقع بعد ما كتمزق العضلات وكتؤدي الى تحرر السموم وكتمشي مباشره عبر الدم الى الكليه. اذا متلازمه الهرس تحدث نتيجه تراكم الاشياء الثقيله على اجزاء مختلفه من الجسم، مثلا الاطراف العلويه او السفليه. من اعراض متلازمه الهرس تورم الاطراف وتغيير اللون بها بعد توقف مرور الدم الى هذه الاطراف وفقدان الاحساس بها. ومتلازمه الهرس هي حاله طبيه تنتج عن اصابه العضلات والهيكل العظمي بالسحق، مما يؤدي الى الفشل الكلوي او البتر لبعض اعضاء الجسم. متلازمة الهرس خطيرة جدا، وأغلب الوفيات بتركيا وسوريا حدثت بالمستشفيات، خصوصا من كانت له متلازمة حادة. أما من كانت لديه درجة خفيفة من متلازمة الهرس أو السحق فقد نجوا. كما كان بعض المسعفين يحقنون الناجين بمجرد خروجهم من تحت الأنقاض بحقنة تحد من متلازمة الهرس وتمكن من الحد منها بإعطاء السوائل الوريدية للمصابين. وهناك من أخذ الجرعة من تحت الأنقاض ريتما يخرجونه ويصل إلى المستشفى. ومن أهم أضرار متلازمة الهرس حدوث القصور الكلوي، فقد عانت سوريا وتركيا بسبب الزلزال نقص حاد في أجهزة غسل الكلى، إضافة إلى نقص في أطباء العظام ونقص في الأجهزة والمعدات. وهذا ما عانت منه الطفلة شام التي أصبحت مهددة ببتر رجليها. دعواتكم لها بالشفاء العاجل ولجميع المصابين.